صباح الخير عليكم، ورجعت لكم فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر. النهاردة بصراحة أنا راجعة أتكلم على الموضوع اللي شائع عندنا في الوطن العربي كله، موضوع الدكتور والرجيم بتاعه أو الدايت بتاعه اللي هو عامله للناس. أول حاجة يا جماعة، كل اللي احنا فيه ده جهل ثقافي. يعني في حاجة اسمها وعي ثقافي، في حاجة اسمها جهل ثقافي. انتوا عندكم جهل ثقافي مستحيل. يعني انا شايفه الناس كلها في الدول العربيه بتاعتنا كلها مقسومين لنصين، نص معاه نص ضده. وناس كتير جدا طالعه تقول احنا عملنا النظام ومشينا عليه وبقينا كويسين. اول حاجه اللي انتوا ما تعرفوهوش ان احنا ما عندناش وعي ثقافي. لما تروح عند الدكتور، يعني انا لما رحت عند الدكتور هنا وقلت لهم ان انا مثلا معدتي بتوجعني، او بيعملوا لك تحاليل، يعني لازم يعملوا لك تحاليل دم، وبعد كل التحاليل الدم عشان يشوفوا عندك حساسية للبن ولا حساسية للبيض ولا حساسية للفراخ ولا حساسية للعيش ولا حساسية للجلوتين ولا بيعملوا لك تيست او بلاد تيست لكل حاجة لكل حاجة. احنا بقى عايشين في مجتمعاتنا العربية ما عندناش الوعي الثقافي بتاع ان انت تعمل بلاد تيست علشان تشوف انت عندك حساسية لايه. احنا حتى عندنا ما بيعملوش. انا قلت قبل كده في فيديو قبل كده لما انا اكتشفت ان انا عندي انواع حساسية كتير، واكتشفت مؤخرا. ليه اكتشفت مؤخرا؟ علشان احنا ما عملناش ده في مصر. انا ما عملتوش في مصر. ما عندهمش الوعي ان انت لما تروح للدكتور وتقول لي بطني بتوجعني يقول لك لازم نعمل تحاليل قبل ما نديك علاج. احنا عندنا في مصر، انا بتكلم في مصر عشان ده اللي اعرفه، احنا عندنا في مصر لما بتروح بطنك بتوجعك او صدرك بيوجعك او دماغك بتوجعك بتروح للصيدلي. اول حاجة الصيدلي عمره ما كان دكتور. فهنا الوعي، الناس ما عندهاش وعي. علشان كده لما يطلع دكتور ويقول لك اللي مفيش حاجة بتمشي على كل حد، مستحيل ان في نظام اكل معين يمشي على كل الناس ويخفف كل الناس. كل واحد عنده مشاكل صحية معينة او ما عندوش مشاكل صحية معينة، بتختلف من جسم الاخر. بس علشان احنا ما عندناش ده، احنا عشان حتى عندنا الدكاترة ما عندهمش ضمير. لما بتروح للدكتور بيكتب لك على علاج من غير ما يكشف عليك. يعني انا لما انا اختي كانت عيانة في مرة في مصر، وبعدين راحت للدكتور وكتب لها علاج، فانا قلت لها هو حللك؟ قالت لي لا. قلت لها طب عمل لك اي تحليلات عشان يعرف يعني هو بيديكي علاج على انه اساس؟ على انه اساس؟ يعني ما هو انت ممكن تكون. وبعدين اول حاجة انا لما اكتشفت ان انا عندي مثلا حساسية اللاكتوسة اللي هي بتبقى موجودة في اللبن ومشتقات الالبان وكله، كل الناس هنا يعني كل ما اقابل حد او مثلا ابقى في ميتنج او ابقى في حد عنده حساسية، فلازم يعني حتى وانت في الشغل او انت مسافر لازم تكتب، عشان لو انت في الشغل وهم مقدمين اكل لازم تكون تبعت لهم ريبورت انت عندك ايه علشان ما يحطوش اكل غلط وتتعب. ده حتى الوعي ده مش موجود عندنا في مصر، مش موجود حتى في المدارس. يعني مش موجود في المدارس. انا كبرت في مدارس حكومية، عمري في حياتي ما سمعت في المدارس الحكومية في مصر ان مثلا ده هم ما حدش بيستعمل بارفان وهو جاي المدرسة علشان الحساسية. ما حدش مثلا ياكل بيناتس او المكسرات في الفصل علشان زميله اللي جنبه عنده حساسية من المكسرات، فلو لمسها ممكن يموت ولا يجراله حاجة. احنا ما عندناش وعي ثقافي في حاجة اسمها حساسية. الحساسية دي بتبقى موجودة عند ناس كتير. في ناس عندهم حساسية من البيض، في ناس عندهم حساسية من اللبن، في ناس عندهم حساسية من الأسماك، في ناس عندهم حساسية في أنواع من الحساسية لا تعد ولا تحصى. فالناس اللي بتبطل الحاجات اللي هي زي العيش وزي اللي معمول يعني أنا شفت واحدة عاملة فيديو بينشروا خرافات بجد. انت ايه الاحسن لك؟ ان انت بدل ما تمشي على حاجة خرافية انت ما تعرفش انت عندك ايه، روح اكشف، روح حلل دم، اعمل كل التحاليل. هنا لما بروح عند الدكتور اي حاجة بتوجعني اول حاجة بيعملوها لي بيدخلوني يحللوا لي الاول، بياخدوا عينات دم الاول او قبل ما حتى ما الدكتورة تتكلم معايا عشان يعرفوا احنا عندنا ايه، علشان على هذا الاساس يدونا علاج او يقولوا لنا بطلوا العيش او وبعدين في ناس طالعه تقول، انا شفت فيديوهات كتير يقول لك عيش معمول بدقيق الرز.
طب ما في ناس عندها جلوتين، حساسية الجلوتين. الجلوتين ده اللي بيخلي العجينة تشد. اوكي، في ناس كتير جدا هنا عندهم الحساسية دي، فما بياكلوش العيش ده، بيعملوا لهم عيش مخصوص في السوق. هنا في السوبرات ماركت كلها، لما بتخش اي سوبر ماركت بتلاقي فيه جميع انواع، فيه بس في يعني سيكشن كبير جدا 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 بس للناس اللي عندها حساسية من كل حاجة بقى، من كل حاجة. يعني مش مهم انت حساسيتك ايه، لبن ولا لاكتوزا ولا جلوتين ولا سمك اي حاجة. احنا ما عندناش ده. فانا لما كنت، انا ما كملتش القصه، ان انا لما كل ما بروح في حته في شغل مثلا اقول لهم لا انا عندي حساسيه من يعني من اللاكتوزا، ما لازم اللبن يكون من غير لاكتوزا. يعني ممكن تشرب لبن بس من غير لاكتوزا عشان انت عندك حساسيه للبن. في حاجه اسمها حساسيه بروتين اللبن، دي حاجه تانية خالص. بس احنا ما عندناش وعي، احنا بنمشي طول الوقت بطننا بتوجعنا، ظهرنا بيوجعنا، عشان احنا مش عارفين عندنا ايه. فلما بروح اي شغل يقولوا لي ايه، عشان الميدل ايست كلهم عندهم حساسيه اللاكتوزا. اوكي، الناس هنا عارفه ده، يعني الناس هنا عارفه ده، ان احنا في كبرانين في افريقيا وفي الميدل ايست عندنا لاكتوزا. اغلبيه الناس عندها لاكتوزا، واللاكتوزا دي اللي هي بتتعب بطنك لما بتشرب لبن او منتجات الالبان كلها. بس في منتجات البان من غير لاكتوزا. يعني انا لما بروح السوبر ماركت عشان اجيب جبنه بيبقى من غير لاكتوزا. ف يعني في حاجات كتير. فجماعة يا جماعة بطلوا جهل، واللي عنده حاجة بتوجعه يروح يكشف ويروح يعمل تحليل حساسية. جميع أنواع الحساسية، مش كل حاجة بتمشي على كل واحد. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، واستنوني في فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر.